انا مش هاممني حاجه في اللي حصل قسما في الثلاثه اللي خدناها دي، غير ان انا مش عارف احفل على الزملكاويه. يعني المشكله ان بتوع الزمالك بس، يعني ما فيش حد مشجعين بيراميدز، يعني اللي هيحفلوا عليك دلوقتي هم مشجعين الزمالك. الزمالك هيسيب مباراته وهيسيب دنيته وهيسيب الهطل اللي عندهم ويقول لك اتغلبت من بيراميدز. عندهم حق. احنا المباراه اقسم بالله لاعيبه ما تستحق 2 جنيه ونص، وكنت بتتريقوا على فلان اللي قالك اتخن لاعب في مصر ياخد 10 مليون، كنت بتتريقوا عليه والناس كتير اديته على عينه. لا، لعيبه النادي كلها، النادي الاهلي كلهم على بعضهم كانوا ياخدوا مليون جنيه، كفايه عليهم قوي. يا اما بقى تمشوا اللعيبه، مفيش واحد منهم يستحق يلعب في النادي الاهلي. انا مش هتكلم عن النادي الاهلي قيمه وقامه دي لوحديها، انا هتكلم على اللعيبه اللي في النادي الاهلي كلها بلا استثناء النهارده ما يستحقوش يلعبوا في النادي الاهلي. جددوا بقى، سيبك من الموسم السنه دي، خلاص الموسم ده باح، موسم صفر. والمشكله في اللي جاي، يعني الموسم ده بيترتب عليه اصلا شغل الموسم الجاي. انت السنه دي لو ما خدتش على الاقل خالص مركز تاني، انت مش رايح افريقيا الموسم الجاي، مش رايح انتر كونتيننت، مش رايح كاس عالم، مش رايح. فانت مترتب اصلا على مباراه الخرا الدوري السنه دي اللي جاي كله. فاحنا لو مش هناخد الدوري اللي هو كده كده مش هناخده اصلا، على الاقل ناخد مركز تاني. يعني على الاقل استرجلوا شويه، لعيبه النادي تسترجل شويه وتشد حيلها شويه، ناخد مركز تاني وبعد كده غرف 60. يعني روحوا بقى، يعني الناس دي تمشي كلها بلا استثناء، وهاتوا لعيبه رجاله. والاداره الثانيه، ما الاداره الثانيه ماسكه الكوادر وماسكه الناس الكبيره الكويسه في النادي الاهلي وتمشيها، اللي تقعد مع اللعيبه الصغيره دي وتفهمها وتعرفها قواعد النادي الاهلي. بيمشوا الكل. قال لك النادي الاهلي قال لا ما بيقفش على حد، ما بيقفش على حد. ديك انت اللي عندك اللعيبه ومش عارف تعمل حاجه. مشيت لنا علي معلول ده، مشيته ازاي؟ السوليه مشيته، وفي الاخر جايب لي شويه لعيبه خرام، كلها نفخ على الفاضي بتوع لقطه، عايزين بس يقعدوا على السوشيال ميديا ويقعدوا احنا بنعمل واحنا بنسوي وانا هجدد وفي اقل تجديد يقول لك انا عايز 60 و7. على ايه؟ على البلوى وعلى المصيبه اللي شفناها في المباراه دي النهارده، على الخرا اللي كنتوا بتعملوه. فريق زي بيراميدز من يومين الزمالك اللي هو مش بتديه على عينه سك 1-0، انت مش عارف تكسبه، مش عارف تجيب جون شرفي 3. يا جدعان هو ايه اللي بيحصل اصلا؟ انا حد يفهمني ايه اللي بيحصل؟ ما تغوروا في 60 مصيبه، ادفعوا شرط جزاء وغوروه في مصيبه المدرب ده، واللي مش عايز يلعب يغور برضه في 60 داهيه. طالما كده